الضربه اللي غادي تجي للمغاربه من بعد هي تعويم الدرهم. كيفاش هاد المساله هذه الان مثلا فاش كنجي كنصرف الدولار ب 10 دراهم، فاش كنشري دولار كنشري ب 10 ديال الدراهم. علاش؟ لان الدوله محافظه على الدرهم حاميه، اذا كنقدر نشري ب 10 دراهم. صندوق النقد الدولي تيقول لك لا، هذه الحمايه خصني نحيدها ونعوم الدرهم، بمعنى يولي الدرهم كيسوى القيمه الحقيقيه ديالو في المارشي مونديال، اللي هي غادي تكون على الاقل هي دولار غيولي يدير ما بين 18 ل 20 درهم. مزيان هذه الناس ديال الويب، الا دخل 1000 دولار ضرب 16 درهم غادي يخلص الضريبه. ولكن اللي سيئه هي المواطنين، لان توسكي امبورتي غيتضرب في جوج، غنوليو بحال مصر تقريبا. اللي دارت مصر هو التعويم ديال الجنيه. طيب هكاك علاش ولا الجنيه داير 4 ريال دابا؟ حتى حنا غادي نوليو دايرين اقل من 2 ريال. يعني هو هاد المساله امتى غادي ما خدامين فيها. صندوق النقد الدولي تحتاج كل شيء، عاد تيقول لك اش خصك دير. فاش كترتفع المديونيه عاد تيجي تيقول لك باش نزيد نسلفك شنو خصك دير. وهاد التوصيات مثلا نفترضوا كون كانت الدوله ولا الحكومه ما كتلتزمش توصيات صندوق النقد الدولي، شنو العواقب الوخيمه اللي غتطرا من بعد؟ ما يبقاوش يسلفوك كبير. مثلا الميزانيه هذه اللي جايه فيها عجز ديال 125 مليار درهم من القانون الماليه. العجز ديالو 125 مليار درهم، يعني غنتسلفوا من صندوق النقد الدولي عاوتاني 125 باش نقدروا نغطيو.